مين هيرجّع تاني حلقات مين هيكسب البوكر؟ في موسم جديد من حلقات مين هيكسب البوكر بعد ما عملنا موسم السنة اللي فاتت بعنوان مين هيكسب البوكر واتكلمنا فيه عن 5 روايات من 6 روايات كانت مرشحة لجائزة البوكر وتوقعنا فيهم مين الرواية اللي هتكسب. نفس الكلام هنعمله السنة دي في موسم جديد من مين هيكسب البوكر، وهنشوف الوقت هيسمح لنا نتكلم على ال6 روايات اللي في القائمة القصيرة والّا 5 بس. هنشوف السنة دي وهنشوف هل التوقع هيكون صح والّا غلط، وإيه أسباب التوقع، وهل الموضوع السنة دي ممكن يبقى ليه اعتبارات تانية والّا هيبقى بس متوقف على الأداء. بعد المقدمة السريعة دي خلّينا نتكلم على روايتنا النهارده واللي هتكون أول رواية قرأتها، وهي رواية الفسيفسائي لعيسى الناصري، والرواية صادرة عن دار مسكلاني رشب، واللي متوقع ليها بآمال كبيرة، واللي الحقيقة فاجأتني بكل العناصر اللي فيها. فتعالوا كده بعد المقدمة السريعة دي نخش نتكلم على حكاية روايتنا، وبعد كده نتكلم على التفاصيل وتوقعي ليها ممكن هتكون رقم كام من 6 روايات، وطبعًا هي هتبقى أول حاجة لحد ما نشوف باقي الروايات هيكون موقعها ومركزها فين. وفي حكاية حلقتنا أو في حكاية روايتنا النهارده، هي الرواية اللي بتتكلم زي العنوان كده بتتكلم عن الفسيفساء، ولو ما تعرفش إيه هي الفسيفساء فزي اللي هي ظاهرة لك في الصورة دي، هي عبارة عن قطعة من السيراميك أو قطعة من الأشكال دي، الحاجات الصغيرة اللي بنكوّن بيها شكل فني أو رسومات فنية أو حاجات كتيرة، والفن ده كان فن قديم جدًا اللي هتعرفوا معلومات عنه أكتر من خلال القصة بتاعتنا أو من خلال الحكاية بتاعتنا. والفن ده اتطور على مدار العصور وده اللي هنعيش فيه مع أحداث الرواية. وبالمناسبة أنا قريت الرواية على أبجد وهي موجودة في قائمة خاصة بعنوان القائمة القصيرة للبوكر، ودي واحدة منهم، وأنا كنت قرأت الرواية كلها على أبجد. الرواية بقى بتاعتنا هي مش رواية واحدة، دي 3 روايات مع بعض، والرواية هنا أحداثها كلها بتدور في المغرب وتحديدًا في مدينة في المغرب اسمها زرهون أو أيًا كان نطقها إيه الصحيح، فاعذروني أنا مش من أهل البلد وما رُحتش البلد، فأصدقائي المغاربة لو أنا قُلت النطق الغلط سامحوني وعدلوه لي تحت في الكومنتات. قبل كده كنا عاملين فيديو قبل كده عن رواية سابقة، ولحد هذه اللحظة بييجي لي تعليقات على إن أنا قُلت اسم الغلط، فاعذروني يا أصدقائي أنا ما أعرفش إيه النطق الصحيح. عشان نبعد عن التفاصيل الفرعية، فتعالَ بقى في الرواية دي جواد هو مُدرِّس في البلد دي، وراح بلد غريبة عنه، فراح استأجر بيت، والبيت اللي استأجره ده لقى فيه جزء من فسيفساء في أرض أوضة النوم اللي هو قاعد فيها. مش بس بقى حكاية جواد، جواد هو برضه كاتب وروائي وحاصل على جايزة من الجوايز الكبيرة في الرواية، وبيحاول يكتب رواية جديدة لكنه ما بيعرفش، لكن بييجي له تليفون من رقم غريب بيرد عليه بيقول له: "أنا عايزك تكتب لي رواية وهادّي لك جزء من الكتابة بتاعتك كعربون مبلغ كبير جدًا، وقصاد المبلغ ده إن أنت هتسلّمني رواية بعد سنة وهتكون أنت كاتب ضِل ليها والرواية دي هتكون بتاعتي." فيوافق جواد على العرض ده ويبتدي يكتب رواية، ودي اللي بنشوفها جوّه أحداث الرواية بتاعتنا، فبنشوف الرواية اللي بيكتبها جواد، وبنشوف كمان حكاية جواد أو حياة جواد، بالإضافة إن جواد بيقابل كمان سائحة أمريكية جاية عشان بتدوّر على حكاية الفسيفساء وبتكتب رواية عن الفسيفساء، فبنشوف كمان حكاية الكاتبة دي ويومياتها مع جواد، بالإضافة كمان لحكايات اسمها بخوث في العيادة، اللي بتحكي عن شخصين عندهم أمراض نفسية مع الدكتورة النفسية معاهم في العيادة. طب إيه الرابط ما بين ال3 روايات دي؟ هي دي بقى النهاية اللي أنت هتقابلها في النهاية. الرواية أو اللي إحنا بنقراه ده غريب، وأنا خدت وقت عقبال ما وصلت للنهاية، وفي البدايات أو لحد نُص الرواية وأنا عمّال أقول هو إيه علاقة كل ده ببعضه، بس شوية، شوية لمّا الأحداث بتجري بيك وبتمشي بيك للنهاية لحد ما توصل لنهاية الرواية اللي ولا أروع، بتحُط الرواية دي في نقطة تانية خالص. فمش عارف حمّستك والّا لأ، بس أنا قُلت لك كده ملخص أحداث كتيرة، وحقيقي أنا ما حرقتلكش أي حاجة من الرواية، دي مجرد تفاصيل بسيطة جوّه 3 حكايات أو 3 روايات جوّه العمل ده. مش عارف ممكن نسميها ثلاثية والّا إيه، بس هي مكتوبة بشكل وبطريقة مختلفة، وده اللي هنتكلم عنه إن شاء الله في تفاصيل الرواية. تفاصيل يا يحيى. في تفاصيل الرواية وكعادتنا بنتكلم على الغلاف، والغلاف أعتقد إن هو بيجسد اللوحة اللي بتدور حواليها أحداث الرواية اللي بنتكلم عنها، وبنتكلم عن جزء منها في جوه أحداث الرواية بتاعتنا. هو الحقيقة غلاف حلو جدا، غلاف رائع، غلاف متميز، وده ينقلنا على اللغة، واللغة جواها أكتر من عنصر وهم الحوار والسرد. بس اللغة في الأساس هي باللغة العربية الفصحى، الكاتب اعتمد عليها بشكل كبير،
ما حاولش إن هو يستخدم مصطلحات من اللغة الدارجة في بلدهم المغرب، أعتقد كانت قليلة جدًا أو ما كانتش موجودة ما تُذكرش يعني، لكن في المجمل الرواية كانت سهلة جدًا في قراءتها وما كانتش صعبة خالص، إلا إن التوهان كان موجود فيه ودي نقطة هنتكلم عنها مش دلوقتي. تاني نقطة هي السرد والحوار. السرد كان أكتر من رائع، بيخدم لك كمان بحوار كان مختلف. السرد هنا مش سرد شخص واحد، أنت جوّه أكتر من رواية في العمل ده زي ما حكيت، وجوّه كل رواية منهم أنت بتسمع صوت مختلف، حتى في الرواية الواحدة في أكتر من صوت بيتكلم وأنت قادر تميّز الأصوات دي، فواحدة من الحاجات القوة جدًا اللي تُضاف للرواية دي. آخر عنصر من العناصر اللي هنتكلم عنه جوّه اللغة وهو الحوار، والحوار كان مميز جدًا وكان كويس، وهنا أنا مش باتكلم على رواية واحدة، أنا هنا باتكلم على أكتر من رواية، فكان في دايمًا عندنا حوار في العيادة اللي بيكون ما بين الطبيب وما بين المريض النفسي، وعندنا حوار تاني في رواية بيكتبها جوّاد، ودي كانت ليها زمن بعيد، فعندنا ده مكتوب باللغة بتاعته ومكتوب بالزمن بتاعه، وعندنا حوار اللي عايش فيه جوّاد في العصر بتاعه، فكونك اختلفت في ال3 حوارات وإزاي قدرت تطوّعهم باللغة اللي كمان خدت أكتر من زمن، فده في حد ذاته قوة كبيرة جدًا من الكاتب، قدر يبرز فيها عناصر قوته في التنقل ما بين الأزمنة، وما يحصلش فيهم أي خلل ما بين الحوار والسرد. وبعد ما اتكلمنا على دول فده ينقلنا للشخصيات، وهنا الشخصيات عندنا في شخصيات في الزمن بتاعنا اللي هم نقدر نعتبرهم بشكلٍ ما أشخاص حقيقيين، وفي أشخاص خياليين اللي بيكتبهم جواد في الرواية بتاعته. ه هتقول لي هل حسّيت إن جواد فعلًا شخص حقيقي بيكتب رواية؟ ده حسّيته. طيب إيه اللي هنا الاختلاف؟ الاختلاف كان كبير جدًا، وهل قدر الكاتب الأساسي بقى اللي هو فوق قدر يبيّن لك الأحداث دي كلّها، قدر يبيّن لي الأحداث، وقدر يبيّن لي الشخصيات، وقدر يبيّن لي الفروقات ما بين الشخصيات، حتى قدر يبيّن لي كمان الغرض اللي كان عايزه الشخصية اللي هي كانت عايزة الرواية اللي بيكتبها جوّاد، حتى قدر كمان الكاتب إن هو يبيّن لي الشخصية اللي كانت غامضة معانا طول أحداث الرواية، واللي هي عايزة الرواية اللي بيكتبها جوّاد، وكان إيه دوافعها إنها تبقى بتدوّر على الرواية دي. فهل الشخصية دي أصلًا كانت دوافعها كويسة والّا لأ، وإيه سبب الكلام ده كله؟ ده موجود ومدروس بدقة وبعناية جوّه أحداث الرواية، بالإضافة كمان للشخصيات الثانوية اللي خدمت الرواية بشكل كبير جدًا، فالكاتب كان متمكن في حاجات كتيرة جوّه الرواية، وده ينقلنا للوصف الأحداث. الوصف في الرواية كان متميز جدًا خصوصًا داخل الرواية اللي بيكتبها جواد، كانت أكتر من رائعة، قدر ينقل لنا زمن تاني مختلف ويكلمنا عنه، قدر ياخدنا في تاريخ البلاد بشكل مختلف، ويورينا الصراعات اللي كانت موجودة في البلدة دي، والحضارة اللي كانت موجودة أو بتنشأ في البلدة دي كانت عاملة إزاي، وادانا ملحمة تاريخية في رواية جوه الرواية بشكل الحقيقة أكتر من رائع. وياخدنا لنهاية قدر يعمل بيها حبكة من الحبكات اللي بقيت أشوفها بشكل جديد، وهي حبكات مش عارف ليها مسمى في الكتابة أو ليها مسمى في تقنيات الكتابة والّا لأ، بس أنا عايز أدّيها مسمى البُعد الرابع، وهو إن يبقى عندنا بلاش أحرق لك، بس هي بيبقى عندك تداخل من أكتر من رواية، بيبقى عندك تداخل مين اللي بيكتب الرواية، يمكن أشبه شوية بحاجة قرأتها قبل كده وهي كانت عناق براءة الورق، لكل اللي قرأها هيفهم قصدي إيه، وهيشوف نفس التركاية أو نفس التقنية دي في الكتابة جوّه الرواية، لكن مش بنفس طريقة مين اللي كتب الرواية أو لمّا تقرا أنت هتفهم أكتر وهتعرف أكتر. فالنهاية كمان والتلاحم اللي الكاتب قدر يعمله ببطء في كتابته، كان ممكن نقول عليه في البداية عنصر مش جاذب أوي، لكن قدر ياخدها بتأني، وزي ما بتعمل كده الست في البيت حلة الرز وبتستنى عليها إنها تستوي واحدة واحدة، أو لو بتعمل فنجان قهوة حلو، فأنت عايزه يبقى على نار هادية، فالكاتب كان بيكتب الرواية بتاعته دي على نار هادية خالص، وقدر في النهاية إن هو يطلع بيها للمستوى اللي طلعت بيه، وده طبعًا من وجهة نظري. أعتقد قُلت كلام كتير، بس هيتبقى لنا كلام أكتر في الحساب على المشاريب. وبما إننا كنا لسه بنتكلم على القهوة، فدلوقتي وقت بقى إن أنت تستطعم القهوة، وأقول لك إن القهوة كان طعمها ممتاز، أو قصدي الرواية الحقيقة كانت ممتازة جدًا، كل العناصر اللي فيها كانت قوية، كان يعيبها في الأول بعض الشيء هو البطء أو التوهان، وده اللي مع الوقت هتفهم سببه وهتدركه. هيفضل عندك برضه تساؤل في البداية خالص، إيه علاقة اللي حصل في البداية عشان يدخّلني في المتاهة دي؟ وده اللي الكاتب بياخده في النهاية أو في نهاية العمل اللي الحقيقة بتودّي الرواية في حتّة تانية، فزي ما قُلت لسه من كام دقيقة،
فزي ما قُلت لسه من كام دقيقة، الرواية دي كل العناصر فيها الكاتب قدر يمزجها بشكل كويس جدًا. فكرة إن أنت تكتب رواية داخل رواية أو تجمّع لي أكتر من قصة داخل الحكايات بتاعتي ويبان كإنّهم رواية كلّها متلاحمة في بعض ومكوّنة بعضها عشان تتضافر وتطلّع لي الشكل ده من العمل، كانت فكرة أكتر من رائعة. وكمان خلّيني أقول إن في وقت من الأوقات الكاتب دخّل نَفْسه جوّه الحكاية كإنّه شخص حقيقي، لكن ده اللي أنت هتعرفه أكتر لمّا تقرا. فبالنسبة لي مش هاقدر أحكم دلوقتي وأقول إن دي واحدة من أفضل الروايات، لإن أنا لسه ما قرأتش باقي الروايات اللي موجودة معاها في القائمة القصيرة للبُكر. بس عمومًا وبعيدًا عن القائمة القصيرة، الرواية دي واحدة من الروايات اللي عجبتني جدًا، فلو أنت حابب تقراها برّه عن فكرة الجايزة، أرشحها لك بشدة. قُل لي هل أنت قرأت حاجة من روايات البُكر السنة دي، وحابين الرواية اللي جاية من روايات البُكر تكون أنهي رواية فيهم؟ قولي لي تحت في التعليقات عشان أبدأ أقراها، وأخلّيها هي تبقى الرواية الجاية في الحلقات بتاعتنا من مين هيكسب البوكر السنة دي. وأنتم عارفين الحلقات دي هتكون موجودة بكثافة خلال الفترة دي، لأن الإعلان عن الفائز هيكون قريب جدًا، فهاحاول بشكل أكبر إن إحنا نكثّف حلقات مين هيكسب البوكر السنة دي قبل الإعلان عن الجايزة. وفي النهاية يا صديقي العزيز، ده كان رأيي أنا في الرواية. مستني أسمع رأيك أنت، جايز الرواية تعجبك وجايز ما تعجبكش. في النهاية القراءة أذواق، وزي ما باقول دايمًا لو أنت لسه بتتفرج لحد هذه اللحظة فأنا باشكرك من كل قلبي. وحقيقي أتمنى إن أنت تدعم القناة أكتر بإن أنت تعمل لايك، شارك الحلقة مع أصدقائك وتشارك على السوشيال ميديا، واتأكد إن أنت مشترك ومشغّل الجرس عشان ييجي لك تنبيهات بكل الحلقات الجديدة. أشوفك دايمًا على خير، سلام.